في ذكرى وفاة سلطان الأطرش البطل اللي عملوا لنا إياه، خلينا أشغل لكم فيديو من المتحف الفرنسي وبعدها نعلق على هذا الأمر. ما راح أنصفه، راح أترك التاريخ الفرنسي اللي كان محتل سوريا هو يتحدث عن هذا الأمر. طبعا احنا بمتحف السلاح الفرنسي في باريس ضريح نابليون. هذا السيف العربي مكتوب مهدى من دروز السويداء إلى الجنرال إدوارد حاكم جبل الدروز، وهذه رايتهم في شهبة وصلخد والسويدة. مكتوب طبعا ساعد سلطان الأطرش الجيش الفرنسي على قمع الثورات العربية ضد الفرنسيين في بلاد الشام، كما هو مترجم. بإمكانكم تترجموا النصوص. ساعد سلطان الأطرش الجيش الفرنسي في قمع الثورات العربية. راح أترككم أيضا مع هذه الصورة، اقروا فيها إيش مكتوب جيدا. هذه الوثيقة اليهودية رقم الصفحة 465، الوثيقة رقم 56 تقول: أبا حوشي من اليسار وشلوم آلفيه من اليمين، ويتوسطهما سلطان الأطرش في أثناء زيارتهما لسلطان الأطرش في جبل الدروز سنة 1938. هذا هو البطل الدرزي الذي قاد الثورة العربية الكبرى، علما أن سوريا فيها 20 مليون عربي. نسيت أذكركم بأيضا البطل القومي الشيخ صالح العلي النصيري، أيضا هو الذي قاد الثورة العربية الكبرى، علما أنهم هم الذين كانوا يطالبون الاحتلال الفرنسي بالبقاء، لكن بعد أن استولوا على الحكم الأقليات عندنا زوروا التاريخ على كيف